نهاية حقبة وليد الركراكي مع المنتخب المغربي. قبل ما ندخلوا في الخبر، ما تنساوش اللايكات ديالكم والتفاعل ديالكم مع الفيديو. تحياتي. حسب مصادر كتقول ان الركراكي خارج اسوار المنتخب. كيفاش هادشي؟ قال لكم كشفت مصادر مقربة من الناخب الوطني وليد الركراكي أن علاقة هذا الأخير بالمنتخب المغربي والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد وصلت إلى نهايتها بعد اتفاق بين الطرفين على الانفصال بشكل ودي. كنا سمعنا قبل واحد 15 يوم ولا بحال هكاك ان وليد الركراكي كان مشى للمقر ديال الجامعه وقال لهم كيطلب استقالته ولا كيقدم استقالته شفويا، يعني ما قدمهاش. وخرجات الجامعه وكذبات قالت لا ما توصلنا حتى شي استقاله ولا شي طلب استقاله، ولكن الحقيقه هو انه قالها شفهيا من بعد خرجات. اليوم يعني كيتكلموا على ان المصادر المقربه وكذا كتقول باللي وليد الركراكي يعني انتهت الحقبه ديالو مع المنتخب المغربي. واشارت المصادر الى ان الجامعه تستعد للاعلان عن انهاء ارتباطها بوليد الركراكي والتعاقد مع مدرب جديد في القريب العاجل، إذ باشرت منذ مدة اتصالاتها بعديد من الأسماء تحسبا لإسناد مهمة قيادة الأسود إلى خليفة الله. وغالبا الأسماء الأخرى اللي غادي يكون تصلوا بها هي أسماء مغربية، بما أن يعني منتخب قل من 20 سنة خدا كأس العالم ومنتخب الآخر خدا كأس العرب، فغالبا هاد الجوج ديال المدربين اللي دربوا اللي هما مواطنين مغاربة يعني غالبا غيكونوا داخلين في هاد لا ليست ديال الاتصالات اللي قامت بها الجامعة من أجل يعني وضع مدرب مكان الركراكي. ورغم أن الركراكي وطاقمه واصلوا عملهم خلال الفترة التي تلت خيبة كأس إفريقيا، فإن الناخب الوطني كان قد قدم استقالته شفهيا إلى مسؤولي الجامعة معربا عن رغبته في التنحي، وهو ما تعاملت معه هذه الأخيرة بتريث مفضلة تأجيل الحسم في الانفصال إلى حين الاتفاق مع مدرب جديد. المدرب اللي غادي يقود المنتخب في الاستحقاقات المقبلة، كأس العالم 2026، كأس إفريقيا 2027 إلى آخره. ومن المرتقب أن تنقشع ضبابية خلال الساعات القليلة المقبلة، يعني غادي يخرج الخبر الرسمي عبر القنوات الرسمية ديال الجامعة اللي غادي تقول لنا باللي تم الانفصال عن الركراكي والتعاقد مع مدرب جديد، وذلك لتمكين هذا المدرب الجديد من الشروع في مهامه وإعادة اللائحة الخاصة بمعسكر شهر مارس الذي سيتخلله لقاءان وديان أمام منتخبي الإكوادور وباراغواي يوم 27 31 من الشهر المقبل. جدير بالذكر أن عقد الركراكي مع الجامعة يمتد إلى ما بعد 2026، غير أن الإخفاق في التتويج باللقب ديال كأس إفريقيا في المغرب يعني سرع الوتيرة ديال الانفصال عن المنتخب المغربي. كان هو الخبر. تنسوش اللايكات ديالكم وتحياتي، وإلى خبر قادم.